بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد في البيت السعيد. تحدثنا البارحة عن الجزء الأول أو المرحلة الأولى من عملية اختيار الشريك، وعن أهم قرار تتخذه في حياتك هو قرار اختيار الزوجة، وهو أهم قرار لك كفتاة في حياتك، وهو قرار اختيار زوجك، حيث يتحدد مستقبل حياتك وحياتك في الدنيا والآخرة من خلاله. فالأمر مفصلي في حياتكما، هل ستعيشان حياة سعيدة أم حياة فيها شقاء؟ البارحة تحدثنا عن المرحلة الأولى في عملية الاختيار، وقلنا أنه توجد مواصفات في الشخص الذي ينبغي أن تفكر فيه. النقطة الأولى هي مواصفات قبول طلب العرض، وهذا لا يعني أبدا الموافقة النهائية. وفي النقطة الثانية هي مواصفات قبول الطلب والموافقة النهائية. في النقطة الأولى مواصفات طلب النظر في العرض المقدم إليكم، قلنا ليس كل بنت تعرض عليكم يكون مجالا للتفكير كمشروع مستقبل للزواج، كما أنه ليس كل شاب يطرق بابكم ينبغي أن يفتح له الباب، بل هناك مواصفات لا بد أن تتوفر في الفتاة التي ينظر في عرضها أو الفتى الذي طرق الباب، أن يمتلك إحدى هذه المواصفات، وهي التي النبي صلى الله عليه وسلم وضحها في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ذكرناه البارحة، من قول النبي: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. المال لأنه يميل القلب ويخضعها، والناس في أعرافهم لا يأبهون للأسف لا بالعالم ولا بالأديب ولا بالمثقف ولا بالشاعر الذي يأتيهم وهو خاطب لابنتهم وجيبه فارغ. والشاعر يقول قديما: فصاحة حسان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وزهد ابن أدهم. كل هذه الصفات الجميلة الحسنة إذا اجتمعت في المرء والمرء مفلس ونادوا عليه لا يباع بدرهم. والنقطة الثانية هو الجمال، فالإنسان بفطرته متعلق بالجمال، وحسن الهيئة يزيد من ميل القلب، لكن الجمال في نفس الوقت ليس له مقياس محدد، فهو أمر نسبي، فما يراه الإنسان جميلا قد يراه غيره قبيحا، وما تراه أنت مع زوجتك حسنا قد يراه غيرك غير ذلك. وهذا الأمر قلنا أنه كما هو للشباب هو أيضا للفتيات، وذكرناكم بقول الإمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا تنكحوا فتياتكم على الرجل القبيح الهيئة فإنهن يحبن ما تحبون. والأمر الثالث وهو الحسيب أو الحسب، وهو شرف الآباء والأجداد، وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما يرويه الإمام مسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. ونحن نقول في أمثالنا الشعبية: ثلثين الولد على الخال. والأمر الرابع قلنا أنه الدين، وهو الذي أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في سلم الأولويات عند الاختيار. فليس عيبا أن يختار الإنسان صاحبة الجمال أو صاحبة المال أو صاحب الحسب، لكن لا تنسى أن المال والجمال والحسب قد يزولان في أي لحظة. ولذلك
النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الأولوية صاحبة الدين التي لن تتغير إن فقدت مالها أو فقد حسبها أو فقد جمالها. هذا الأمر مهم جدا في عملية قبول الطلبات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين، أي عليك بالأولوية من هؤلاء الأربعة بصاحب الدين أو صاحبة الدين. لكن البارحة توقفنا وقلنا مهلا، ليس كل صاحب دين ينبغي أن يكون له الموافقة النهائية، وهذه حلقتنا اليوم. ليس كل صاحب دين يجب أن يفتح له الباب، لابد أن يكون معه 4 أمور: يصوم ويصلي، ليس معه إحدى هذه ال4 خصال، ابتعدوا عنه فورا. فتاة محجبة وتضع إشار ومعها خصلة من هذه الخصال ال4، تجنبوها مباشرة. مربي لحية وإلى سرته ولابس عمامة يمتلك خصلة من هذه الخصال ال4، قولوا له: نعتذر، ليس لك عندنا نصيب. فمن وجدت فيه إحدى هذه الخصال ال4، العيشة معه لا تطاق، والحياة معه تحت سقف واحد أبدا لن يكون جنة، بل سيكون جهنم. ما هذه الخصال ال4 التي يجب أن نتجنبها؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم ولقائنا اليوم. 4 خصال يجب أن لا تكون في الشخص الذي يحظى بموافقتكم. النقطة الأولى: أن لا يكون صاحب خلق بذيء. نعم، يعني شيخنا، هل يعقل متدين وصاحب خلق بذيء؟ نعم، طبيعي جدا، ورأيناهم كثيرا يصوم ويصلي لكنه كذاب ومحتال ونصاب. ليسوا هم من كانوا يرددون دائما: ساعة لك وساعة لربك؟ احذروا من هؤلاء. رجلا كان أم امرأة متدين وليس عنده خلق، ابتعدوا عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصينا بالمتدين فقط، ولم يقل لنا عليكم بصاحب الدين فقط، بل قرنها بالخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ولم يقل صاحب الدين وحده. والله يا شيخنا استقبلناه في بيتنا وكان عم يصلي ويصوم، والمسبحة طولها متر كانت ما عم تفارق إيده، وأعطيناه بنتنا لكن خدعنا به. لا يا عزيزي، لم يخدعكم هو، بل أنتم من لم تفحصوه جيدا، بل أنتم من كانت العدسة عندهم مغبشة. الخلق مهم جدا، والخطر كل الخطر أساسا من متدين عديم الخلق. مستغربها؟ ما عم تقدر تبلعها متدين وسيء الخلق؟ اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن فلانا يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقاتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي في النار. هي تصلي، نعم، هي تصوم، نعم، هي تتصدق على الفقراء والمساكين، نعم، لكنها سيئة الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي في النار. رجل بيصوم ويكون صاحب خلق بذيء، نعم. اسمع إلى الإمام البخاري أيضا يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. متدين، نعم، لكنه صاحب خلق بذيء، ابتعدوا عنه. لا تفتحوا له الباب، لا تزوجوه، لا تعطوه ابنتكم، لا تتزوج منها، لا تنخدع بحجابها.
النقطة الأولى: مهما كان هذا الرجل متدينا لكنه صاحب خلق بذيء، ابتعدوا عنه. مهما كانت الفتاة متدينة لكنها صاحبة خلق بذيء، ابتعدوا عنها. هذه لن تؤسس لكم حياة سعيدة، بل يكون البيت جحيما. النقطة الثانية أو الخلق الثاني هو المستبد. المستبد الدكتاتوري ابتعدوا عنه، حتى لو كان شيخ الأولياء، حتى لو كان وليا من الأولياء لكنه مستبد، ابتعدوا عنه، لا تزوجوه. المستبد أيضا ستعرفه من علاقاته بمن حوله، لا يرحم أهله، لا يرحم إخوانه، لا يشارك من حوله في اتخاذ القرارات، ولا يعترف بثقافة الاعتذار. أحد الصالحين تقدم لخطبة فتاة فقال لها أثناء الخطبة: إن في عيبا خلقيا، إن عندي عيبا، إن كان لديك صبرا على عيبي استمرينا، وإلا فلا أغريك، أي لا أخدعك بصلاحي بتقواي، لا أخدعك. فقالت المرأة التي هي أيضا صالحة ولم تكن مستبدة، قالت: أسوأ منك عيبا من تحوجك إلى هذا العيب. هذا الرجل أو هذه الفتاة ليسوا من المستبدين، اقبلوه. الإمام الشعبي وهو من كبار العلماء والتابعين لقي شريح القاضي فيسأل عن أحواله وعن أحواله مع زوجته، فيقول له شريح: منذ أن تزوجت إلى الآن لم يحصل معي ولا مشكلة أبدا. قال: كيف؟ قال: منذ الليلة الأولى عندما حاولت أن أقترب من عروسي قالت لي: مهلا توقف. يا شريح، قد كان في أهلي من هم أكفاء لي أكثر منك، وقد كان في أهلك من هن أكفاء لك أكثر مني، لكن الله سبحانه وتعالى جمعنا سويا، فأخبرني ما تحب فآتيه وما لا تحب فأجتنبه. هذه امرأة ليست مستبدة. لذلك مهما كان الشخص متدينا ومهما كانت الفتاة متدينة لكنها دكتاتورية مستبدة برأيها، ابتعدوا عنها. هذه لن تؤسس لكم حياة زوجية سعيدة. هذا خلقان. الخلق الأول: الامرأة أو الرجل المتدين أو الفتاة المتدينة صاحبة أو صاحب الخلق البذيء، ابتعدوا عنه. النقطة الثانية: المتدين المستبد أو المتدينة المستبدة، ابتعدوا عنها أيضا. الثالثة: المتدين أو المتدينة الأنانية، الأناني أيضا ابتعدوا عنه، ولو كان إمام الحرمين، لو كان أعلم العلماء، ابتعدوا عنه. الأناني الذي مركزيته نفسه، هو حتى عندما يتزوج كجزء من مشروع إسعاد شخصيته، وهذا لن يتحملك أبدا. في لحظات الامرأة في حياتها الزوجية سيقابلها كثير من لحظات ضعفها ومرضها ولحظات انشغالها بأعمال البيت بتربية الأبناء. هذا الرجل الأناني لن يرحمك ولن يتحملك في لحظات ضعفك، لأنه ليس مركز دورانك ولأنه ليس محور حياتك. وكذلك الفتاة الأنانية ستضغط على زوجها حتى يحقق لها رغباتها ولو كان معسرا، كلما اشتهت ستشتري، ولا مشكلة لديها أن زوجها اضطر إلى الاستدانة من الديون من أي شخص كان. الفتاة الأنانية والفتى الأناني أيضا ابتعدوا عنه، هذا لن يؤسس لكم حياة زوجية سعيدة. الخلق الرابع والأخير الذي سأوصيكم به أن تبتعدوا عن صاحبه هو السلبي الناقم، ابتعدوا عنه. مهما كان الرجل هذا صالحا، ومهما هذا الرجل كان متدينا، ولو كان إمام مسجد، ولو كان خطيب منبر، ولو كان مدير إفتاء، ولو كان مدير أوقاف، مهما كان، ولو كان شيخ طريقة، مهما كان هذا الرجل متدينا لكنه سلبي ناقم، ابتعدوا عنه. وكذلك الفتاة التي هي السلبية الناقمة، ابتعدوا عنها.
الرجل أو الفتاة السلبية حياتهما مرهقة، لأنهما لا يرين إلا السلبيات ولا يرون الإيجابيات. هذا سيجعل البيت حياة مرهقة، ولن يشعر بمجهودك ولا بقيمتك ولا بتعبك. لن تسمع منه يوما من الأيام كلمة شكرا، ولن تسمع منه يوما من الأيام كلمة جزاك الله خيرا، لأنه أصلا لم يرى منك إيجابيا واحدا يستحق الشكر عليه. عينه دائما على السلبيات. ولذلك الشاعر يقول: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوئ. هذا السلبي الناقم لا يرى إلا السلبيات، الإيجابيات لا يراها. حتى الأمور الإيجابية ستجدين أنه يخرج لك سلبيات ومبررات يخرجها من أساسها. هذا السلبي أيضا ستجدينه يتصرف أيام الخطبة، تعرفينه من تعليقاته على أهله، على تصرفاتك، على تصرفات إخوانك، على تصرفات أهلك. هذا الرجل ابتعدوا عنه أيضا، وهذه الفتاة أيضا ابتعدوا عنها. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا يعقل أن تكون هذه الفتاة أو هذا الفتى كله سلبيات. يعني ممكن يكون هناك بعض الأمور السلبية أو الصفات السلبية عند فتاة أو فتى، لكن هناك العديد أيضا من الصفات الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فليس معقولا أن يكون كل الصفات سلبية أو كل الأمور سلبية. قد يكون أمر ما سلبيا، لكن هناك كثير من الإيجابيات. لذلك هؤلاء 4 أشخاص أو 4 صفات لو اجتمعت أي واحدة من هؤلاء الصفات في شخص الخاطب أو الفتاة التي ستخطبونها، ابتعدوا عنها، فضلا لو اجتمعت 4 في شخص واحد: صاحب الخلق البذيء، المستبد والدكتاتوري في قراراته، والأناني، والسلبي الناقم. هؤلاء ابتعدوا عنهم حتى يكون حياتكم سعيدة. إلى غد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.